بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي. مولد النبوي الشريف، تعودوا له بخير. اتكلموا كتير عن مولد النبي وعن حلاوة، يعني بلاش تحتفلوا بمولد النبي وبلاش تاكلوا حلاوة. ليه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيحتفل بالمولد بتاعه، كان بيحتفل بيه. وبعدين احنا بنحتفل بسيد الخلق، بنحتفل بيه، لازم نحتفل بيه، نحتفل بمولده. هو نفسه كان بيحتفل بمولده، فاحنا ما نحتفلش بمولده. بس المهم احنا ايه؟ مش نحتفل بمولده ان احنا ايه؟ نرهق نفسنا ونجيب حاجات كتيرة، والحاجة غالية دلوقتي والاسعار صعبة قوي قوي. فاحنا يا جماعة ما نرهقش نفسنا ولا نرهق أزواجنا ولا نقول لهم على حاجات كتيرة. احنا بصوا يا جماعة، احنا نجيب اللي على قدنا. ممكن نجيب كيلو لو عندنا ولاد وبيلحوا وعايزين وكده. ممكن نجيب من كل حاجة نص كيلو، ربع كيلو، نجيب كيلو مشكل، نجيب 2 كيلو مشكل من كل حاجة. ما نجيبش الحاجة الغالية ليه؟ نجيب الحاجة الغالية ليه؟ نمشي على قدنا. يعني ربنا قال كده: كلوا واشربوا ولا تسرفون. يعني احنا نجيب برضو الحاجة اللي على قدنا ونمشي على قدنا، عشان الحياة صعب والأيام اللي احنا فيها دي صعبة قوي قوي. فاحنا نجيب برضو ونفرح ولادنا وما نصرفش، ما نعملش إسراف، علشان الأيام دي صعبة علينا قوي قوي. ربنا يعديها على خير يا رب. ربنا يعديها علينا وعلى الأمة كلها بخير ونبقى كده يعني. ربنا كرمنا كده ونمشي بما يرضي الله مع جوازتنا، نمشي بما يرضي الله علشان ربنا يبارك لنا. تمام. ده بمناسبة مولد النبي. فاحنا ناكل ونحتفل وكل حاجة، بس ما نعملش إسراف. يعني ناكل ونشرب بس ما نعملش إسراف، ربنا اللي قال كده. في بقى حاجة النهاردة، مش النهار، امبارح حاجة حصلت لي، وانا صممت النهاردة اطلع علشان اقول لكم. حذروا فذروا، هي ايه؟ والله حاجة عمرها ما تخطر على بال حد. انا كنت رايحة مع واحدة صاحبتي، طالعين عند ناس يعني. طالعين في الاسانسير، وانتوا عارفين بقى حكاية الكهرباء ومشكلة الكهرباء السنة دي، يعني بقى لها شوية كده صعبة. طبعا احنا لازم نعرف يا جماعة الكهرباء دي بتتقطع الساعة كام بالظبط. المهم ان انا عارفة في الحي اللي انا فيه، عارفة الساعة الكهرباء بتقطع الساعة كام، ومظبطة نفسي على كده. بس احنا كنا في حي مش اللي انا فيه، هو في نفس المنطقة بس في حتة تانية. فهي اللي طالعة معايا ما تعرفش، لا عارفة بس نسيت، تقولي انا عارفة بس نسيت. المهم طالعين عند ناس ما يعني صحابنا وكده. فطالعين، قالت لي ايه، المهم ان الشقه كانت في 3 دور، مش بعيد. بس ازاي بقى؟ ما احنا بقى بنكسل بقى، ما احنا عشان في اسانسير فلازم نكسل، لازم نطلع في الاسانسير. ازاي يبقى في اسانسير وما نطلعش فيه؟ ما احنا لو ما فيش اسانسير هنطلع على رجلينا، ايه المشكله؟ المهم مش عايزه اطول عليكم. إيه، رحنا طلعنا، قضينا المشوار بتاعنا واحنا نازلين ركبنا الاسانسير، جينا في تاني دور، يا دوب ما كملناش حبه صغيرين. جينا في النص والنور راح قاطع، واحنا فين؟ في الاسانسير. تخيلوا يا جماعه، النور قطع واحنا في الاسانسير، والاسانسير وقف ومفيش هوا ومفيش نفس، والنور بيجي بعد ساعه. مين اللي يقعد بقى في الاسانسير كده مفيش هوا ولا في نفس ولا في اكسجين ساعه بحالها؟ المهم قعدنا حوالي يجي تلت ساعة في الأسانسير ونخبط ونعمل. احنا خلاص قلنا أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا خلاص احنا ايه؟ هنموت وخلاص، وده قدر ربنا وربنا كاتب لنا كده. المهم قعدنا نشاهد واللي عنده حاجة بس عشان أقول لكم، الواحد لما بيعمل حاجة كويسة بينه وبين ربنا، ربنا بيقف جنبه في الصعب. والله ده مش كلام، ده فعل، ده فعل. وأنا
الحديث ده فعلا طلع صحيح سبحان الله. احنا برضو كنا يعني احنا متأكدين ان هو صحيح، مش شاكين فيه، بس كده الحديث ده فعلا صحيح صحيح. يعني سبحان الله. هو مش حديث، هو يعني هو كان فيه سبحان الله. احنا استنوا بقى ما اكمل لكم حكايه الاسانسير الاول. احنا ركبنا الاسانسير وجينا ايه، يا دوب ما كملناش دور والايه والاسانسير وقف في النص بين الاول وبين التاني، ولا احنا طايلين فوق ولا احنا طايلين تحت، ونخبط ونعمل يا ناس افتحوا لنا. طبعا المفتاح مع كل دور فيه ليه مفتاح، بس المشكله ايه بقى، مش احنا اصلا مش من البيت وما كانش معانا مفاتيح، فاهمين؟ هي سجلت لنا بالبصمه ونزلت ودخلت، ما تعرفش عننا حاجه. واحنا نزلنا، جاي في النص وراح النور قاطع. طبعا هي ما عرفتش بقى النور قطع علينا، فكرت لنا نزلنا. المهم النور قطع، واحنا بقى ايه، عمالين نشاهد ونقول خلاص احنا خلاص دي الاخره، هنموت طبعا، مش هنستحمل ساعه من غير اكسجين من غير نفس كده في الاسانسير. فسبحان الله بقيت عماله انا الشاهد وهي الشاهد، ولا اله الا انت سبحانك انه كنت من الظالمين. وجي في دماغي يا جماعه سبحان الله الذكر بتاع سيدنا يونس ده، اللي هو سبح ربنا وهو في بطن الحوت. فلما سبح ربنا في بطن الحوت، ربنا نجاه سبحان الله، ربنا نجاه من اللي هو كان فيه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فجه على بالي الحديث ده فقلته. جه بقى على بالي حاجة تانية، قصة كنا بنقولها. سبحان الله لما بنيجي نقول حديث ديني ولا حاجة، بنقول القصة ديت يعني. ففي قصة جت على بالي على طول، اللي هم بتوع الثلاثة بتوع الصخرة، بتوع الصخرة اللي هم اتقفلت عليهم الصخرة وهم تحتيها ومش عارفين يطلعوا. فيعملوا ايه، يعملوا ايه، فكل واحد دعا بالدعوة اللي عنده. واحد دعا وقال يا رب انا كانت ليا بنت عمي وكان روحي فيها وكنت بحبها وكنت عايزة اتجوزها وما وافقوش ان انا اتجوزها. فجالهم فقر وجوع، وجات لي في يوم تطلب مني ان انا ايه، اديها فلوس واديها ده واديها حاجة اكل واعمل معاها الحاجات اللي مش كويسة. فانا ايه، فانا قلت لها هعمل معاك كذا كذا بس ترضي. جت تطلب مني الاول اكل وشرب، فرحت مسومها على كده. ف... فلما يأست وافقت، لما ما لقتش حاجه غير كده فوافقت. فجت لما ادالها الحاجات ديت وراحت له، فقالت له استحلفك بالله، استحلفك بالله ما تعمل حاجه تغضب ربنا. فهو راح قام وقال لها سبتك لوجه الله. فهو راح قال الكلمتين دول، قال يا رب اذا كانت بنت عمي حياتي فيها وكنت بحبها، فلو انا عملت الحاجه دي لوجهك الكريم وبيني وبينك من غير ما حد يعرف، يا رب فرج ما احنا فيه. فانفرجت الصخره، بس لا يستطيعوا ان هم يطلعوا. التالت اللي هو ايه، التالت اللي هو كان بيجيب لمراته لاولاده اللبن، لمراته لامه وابوه اللبن، وده واقف لغايه جه في يوم كان كل يوم بيحلب اللبن ويجيب لهم يشربوا. فجه في يوم لقاهم نايمين، فدنه صاحي واقف باللبن كده، وعياله يعيطوا حواليه عشان يشربوا، ما رضيش يشربهم الا لما امه وابوه يصحوا ويشربهم اللبن. يا رب اذا كنت عملت كده لوجهك الكريم وما فيش في رياء، يا رب فرج ما احنا فيه. فانفرجت الصخرة لانهم لا يستطيعوا الخروج. تالت واحد سبحان الله برضو، يعني كان انا مش فاكرة الحتة دي بالذات، بس هو كان عمل حاجة كويسة مع ربنا بينه وبين ربنا. انا مش فاكرة الحتة دي بالظبط، بس ايه، هو حديث ليه يعني ايه، في واحد عمل حاجة كويسة بينه وبين ربنا تاني. فقال يا رب اذا كنت عملت الحاجه دي لوجهك الكريم ففرج ما احنا فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا الثلاثه بسلام. عشان عملوا ايه، عملوا حاجه كويسه بينهم وبين ربنا، ما عرفوش اي حد. فيا جماعه اللي يعمل عمل يعمله بينه وبين ربنا، بينه وبين ربنا من غير ما حد يعرف، يا سلام، العمل ده كويس جدا جدا، وهينجيك من حاجات كتير بينك وبين الله من غير ما حد يعرف. حتى لما تدي صدقه لحد تديله من غير ما حد يعرف بينك وبينه، وما تعدش، يعني تاخد كده ببركة الله وتديله كده، اللي يطلع يطلع.
المهم هم نجيوا والايه والصخره اتفتحت، فجاء على بالي الحديث ده قوي، وانا مزنوقه بقى في الاسانسير ولا طايله سما ولا ارض، ومزنوقه بقى مش عارفه اعمل ايه، وعماله ادعي ربنا، ورحت قايله الحديث ده. والله والله يا جماعه انا قلت الحديث ده والله عن يقين، قلت يا دوب بخلصه في الاخر كده، بصيت لقيت حد بيقول يا جماعه احنا جايين نفتح لكم اهو، احنا جايبين جايين نفتح لكم، واحنا عمالين نخبط ما حدش سمعنا خالص، لان احنا ما فيش لا شباك ولا حاجه، وهو بصوا حيطه، حيطه بينه وبين السلم ما فيش الا حيطه، في حته بقى من تحت كده تيجي لها ايه، تيجي ربع متر من تحت خالص في الاسانسير. فلما فتحوا الباب جم فتحوا لنا الباب من تحت، فحته يا دوب تنزلي برجليكي منها، فراحوا جايين وفاتحين لنا الباب من تحت، فننزل ازاي، جابوا لنا سلم، ونزلنا بقى لفينا كده بظهرك، تنزلي بظهرك للسلم كده، بظهرك للسلم ووشك للاسانسير، وتنزلي كده على بطنك واحده واحده عشان تعرفي تنزلي حته قد كده صغيره جدا. بس الحمد لله الحمد لله نزلنا الحمد لله وطلعنا وحمدنا ربنا وسجدنا لربنا شكرا الحمد لله. يعني كنا سبحان الله دي، يعني اللي يعرف الحتة دي يعني خلاص احنا كنا هنموت خلاص، لما عمرنا ما هنعرف نكمل ساعة من غير اكسجين، عمرنا، ولا من غير هواء ولا من غير نفس، عمرنا ما هنعرف. فسبحان الله لما الواحد بيعمل حاجة كويسة مع ربنا، ربنا بيجي بتيجي في الشدة، وبتيجي في أي حاجة وتقولي يا رب، ربنا بيقف معاكي سبحان الله. فهو كده ده اللي حصل يا جماعة ليا. فأنا حبيت إن أطلع أقول لكم على حكاية الكهرباء اللي بتتقطع دي، الكهرباء دي بتعمل معجزات سبحان الله. فسبحان الله والحمد لله. يا رب بس ايه تكونوا خدتوا درس من الحكايه دي، وتعرفوا النور اللي بيتقطع عندكم الساعه كام بالظبط، إيه تظبطوا نفسكم، محدش يركب الاسانسير يا جماعه وميعاد النور ما يتقطع، اعرفوا اعملوا كل مشاوركم قبل النور ما يتقطع يا بعد النور ما يجي، علشان بصوا كنا في ثواني هنضيع لولا ستر ربنا علينا وكرمه، لولا ربنا بصلنا بصه من عنده كده كنا خلاص ضعنا. فاحنا بنحمد ربنا وبنشكر فضله قوي علينا قوي قوي قوي. الحمد لله والشكر لله على نعمته يا رب العالمين. يلا يا حبيب قلبي، قلبي مع الف الف سلامه، بحبكم في الله، بحبكم في الله، بحبكم في الله، مع